سلام الدراري، نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. كنبغي نشكر المتابعين ديالنا كاملين بدون استثناء. عجبني التفاعل في هاد الايامات الاخرى. ولا لاحظتوا حتى انا وليت اكتيف معكم تقريبا يوميا، كنجاوب على لي كومونتير لي ميساج. اي حاجه مرحبا. وراه كنحط للدراري في يوتيوب وحتى الدراري ديال فيسبوك حتى هما كنحطوا لهم ديال نجمه حتى اللي ما عندوش كونيكسيون شي حاجه. مرحبا، نتعاونوا مع بعضياتنا. حاجه اخرى، الدراري اللي ما فهمش شي حاجه يسكرينها ويحطها في التعاليق، نجاوبو ان شاء الله تعالى عليها. حاجة أخرى، هاد السلسلة راه حاولت نجمع لكم واحد 20 سؤال ناضيين ديال بصح. جمعت لكم فيهم الأضواء، التقابل، الأسبقية، باش كلشي يفهم. يلا نبداو على بركة الله، ما نطولوش في المقدمة. بالنسبة لهاد السؤال قالك التوقف على طول الرصيف ديال اليسر بالمجان ولا بالخلاص. ديما الدراري هانتو اش كنقولو، كنجي كنحلل الصورة. هادي طريق ذات اتجاه واحد، مسموح لي انني نبلاصي على اليسر، حيت راه كيحطوا لكم فحال هاد الاسئله وتيقول لي تتكون طريق ذات اتجاهين كتدي وكتجيب، وكيقول لك واش مسموح انني نبلاصي على اليسر. في هاد الحاله فاش كتكون طريق ذات اتجاه واحد، راه مسموح لك انك تبلاصي سواء على اليسار سواء على اليمين، ما عندكش مشكل. وراه دايرين هنايا التوقف بالخلاص. اذا الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج. وراه كنحاول نتعمق في الشرح باش كلشي يفهم، حتى الدراري اللي يلاه بادين يفهموا. قالك تاني، يمكن ليا التوقف في هذه المحطة ديال الوقوف ولا لا؟ بطبيعة الحال يمكن ليا التوقف، حيت كاين علامة ديال باركينغ وكاين لتحت علامة تكميلية اللي هي خاص بالسيارات. يلا نكملو. يمكن ليا السير بأضواء ديال الوضع، بأضواء ديال التقابل، بأضواء ديال الضبابات القدام. الوغ شنو كنقول الدراري؟ ديما فاش كتكون عندي الضبابة كنشعل ديال الضبابة ديال القدام، فاش كتكون عندي الشتا والضبابة كنشعل ديال القدام، أضواء الضبابة ديال القدام وديال اللور. هادشي إجباري. وإلا ما كانتش الضبابة ولا ما كانش الثلج ولا ما كانتش الشتا بزاف وتيجي تيقولك شعل الضوء ديال الضبابة، راه بروسي عندك مخالفة. ممنوع عليك تشعل الضو ديال الضبابة إلا ما كانوش هاد الحالات. فاش خص ديما يكون الجو مخربق ديال بصح باش انا نشعل الضو ديال الضبابة. اذا لا جينا نجاوبو على هاد السؤال، يمكن ليا السير باضواء الوضع لا، باضواء ديال التقابل وديال الضبابة ديال القدام. وإلا حطوا لكم الدراري الله يرضي عليكم، هادشي راه كيتهزوا فيه الدراري. شوف، إلا بانت لك الشتا بزاف ولا بانت لك شي ضبابه كتار من هكا ولا بان لك الثلج، تيجرو حتى الثلج حتى هو راه بداو تيحطوه في هاد الاسئله الجداد. تيحطوا لكم حتى الثلج، تيقول لك شنو ندير؟ شعل الضو ديال الضبابات القدام وديال اللور حتى هو، واضواء التقابل. نكملوا. قال لي هنايا قارعة ديال الطريق غادي تضيق من الجانبين ولا من اليمين ولا من اليسار. شنو كنقول لكم انا؟ ديما نحلل الصوره. عرفتي تولي فيك فيسي ولا تولي فيك بليه. كي كتشوف الصوره كتضرب لي على الغوتروفيزور راه جايه واحد الطوموبيل، عندي تاني العلامات اللي عندي الشانطي متقطع اذا مسموح لي انا بالتجاوز في هذه الحاله. عندي فيراج، عندي مثلث اللي هو علامه ديال الانتباه هذيك، وعندي الشانتي راه هو تيضيق من اليسر، راه غير العمى باينه ليه هادي. اذا الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم ثلاثة. ولكن اش كنحاول انا ندير لكم دابا؟ كنحاول نبنيكم بالتبرقيق في الصوره فاش يعطيوك. صافي كنقبض انا كنحللها مزيان، كنولي كنحللها ديال بحال شي ماكينه، كناناليزيها باش ما عمرني نغلط. كمل. قال لي باش ندوز على اليسر، واش ندوز قبل هاد السياره البيضاء من بعد السياره البيضاء؟ شنو عندي انا؟ عندي واحد الخط متصل في الاول، واحد شويه كيتحل. اذا عندي الحق انا الا بغيت ندور على اليسار هادي من جهه. كنشوف تاني في الروتروفيزور ديال اللور ما جاي حتى شي واحد. ولكن هادشي كنعلمو ليكم، ولكن بالنسبه لي خاصني لهاد السؤال هو الاسبقيه على اليمين، مول اليمين يدوز. اذا الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج، من بعد السياره البيضاء، حيت هي كاينه في اليمين ديالي، خاصها دوز هي الاولى. اش كنقولوا في الاسبقيه اللي قرينا؟ مول اليمين يدوز. ولا الا كون كانت عندها شي قيف ولا شي حاجه غنخليوها هي الاولى دوز. نتمنى يكون كلشي واضح. اللي ما فهمش شي حاجه سكريني حط ليا في التعليق غادي نجاوبك اخي. نكملوا. الاشاره المرسومه على الارض واش كتسمح بالتجاوز؟ واش انا تيجي تقول لك لا نتجاوز؟
لا. اذا اشنا كندير؟ كنجي اخويا كنشوف الروتروفيزور، كنشوف الشانطي شنو عندي، هادي اوتوروط باش عرفتها بالسياج، واللي طريق ذات اتجاه واحد بالخط اللي متصل عليه ديال يسر. كنحاول نقريك 7000 سؤال في سؤال، وحل معايا عقلك. نمشي. اش قال لي؟ الاشاره اللي مرسومه في الارض كتسمح لي بالتجاوز. اذا الجواب صحيح في هذا السؤال بالنسبه لواحد وجوج هو رقم واحد. واش نتجاوز؟ لا الشريف. علاش؟ حيت عندي جوج ديال العلامات ديال المنع، منع التجاوز. هذيك العلامه المدوره اللي مرسومه فيها طوموبيل زرقاء وطوموبيل حمراء، اذا ممنوع نتجاوز فيها. انا ممنوع نتجاوز السيارات. وبعض المرات راه تيحطوا لكم بحال هذا السؤال وتيديروا فيه كاميو، وانت كدوز امتحان ديال بي وتيقول لك واش نتجاوز، كتقول ليه لا وكتغلط فيه. او كد معايا الله يرضي عليك وبشويه عليك، وما عمرك تغرد صاحبك واش فاهم، بشويه وتصنت للشرح الله يرضي عليك. نكملوا. نسمح بخروج ديال هاد السياره من المركن. اش دايره هاد الطوموبيل؟ قال لك مبلاصيه دايره السينيالو باش تجيبها تهبط ليا للطريق. واش نسمح لها بالخروج؟ لا اخويا ما نسمحش لها. خصو هو يتسنى، خصو يتسنى حتى ندوز انايا، حيت انا غادي في الطريق. الا خرج ليا وقصتو هو اللي فوتيف. اذا ما نسمحش لهاد السياره بالخروج. وكيعاودوا نعطيكم واحد المثال اخر من جابتها الهضره. بعض المرات ما كيكونش لا ستوب لا والو، وكتكون الطريق محبوسه، الطريق قدامي مثلا محبوسه بحال هذيك المرسيدس اللي كتبان قدامي كتكون واقفه، وكيقولها لك في السؤال، تيذكر لك تيقول لك راه كاين لومبوتياج ولا راه كاين الزحام ولا الطريق واقفه وهاد الطوموبيل بغات تخرج. واش نسمح لها بالخروج؟ في هذيك الحاله سمح لها بالخروج. ولكن دابا الا لاحظت الطريق مسرحه وعندي انا ضو خضر، وهذاك اللي بيقطع الشانطي واقف اذا حيت هو ما عندوش الحق يقطع دابا، ونسمح لها انا بالخروج؟ لا، غادي ندير عرقله السير الا سمحت ليها. الوغ نكملوا. قال لك مسافة ديال الكبح كتعلق واش بالسرعة، بالالتحام، بوقت رد الفعل. إذا شنو هو الكبح؟ كيقولوا الكبح، كيقولوا الفرمالة، عطاوها بزاف ديال الأسماء. المهم هو باش نفراني باش كيتعلق عادي، كتعلق بالسرعة بطبيعة الحال وبالالتحام ديال العجلات، ماشي بوقت رد الفعل. وراه كاين اللي كيقولوا لها مسافة ديال الحصر ومسافة ديال الفرملة ومسافة ديال التوقف، ردوا لهم البال راه نفس الحاجة هو باش تفراني. الوغ باش كتعلق هاد المسافة؟ كتعلق بزاف ديال الحوايج. الا كنت انا جاي بالجهد، الا كانت تاني الطوموبيل ثقيلة راه كتزاد المسافة. اش اخر؟ صافي نكملوا يلا. قال لي عند وقوع اصطدام لسيارتي مع السيارة اللي قدامي والسيارة اللي في الخلف ديالي، شحال من معاينة غادي نملأ؟ واش معاينة وحدة، واش جوج، ولا ثلاثة؟ الوغ شنو قال لي بشوية عليا؟ قال لي طوموبيلتي انايا تضربات الله يحفظ مع هذاك اللي قدامي ومع هذاك اللي مورايا. اذا شحال من معاينة غنقيد؟ جوج ديال المعاينات مع داك اللي قدامي ومع داك اللي ورايا. صافي. وفي غالبا هاد الحالة هادي غادي تكون هداك اللي قدامي انا اللي فوتي فحال ضربتو من اللور حيت ما خليتش مسافة ديال الامان، وهداك اللي ضاربني انايا هو اللي فوتي فحال حتى هو ما خلى مسافة الامان. وكيختلفوا هاد الحالات سا ديبون. دابا نوريهم لكم من بعد. المهم باش ما نحمقكمش دابا شدوا غير هادشي اللي قلت لكم. الوغ جواب الصحيح في هاد السؤال هو رقم جوج، جوج ديال المعاينات اللي غادي تعمر. قال لك في هاد الحالة واش